أنمي النهاردة بيتكلم عن شاب ضعيف ومنبوذ دايما من كل اللي حواليه، وحتى لما بيتنقل لعالم تاني بيفضل أضعف واحد، وبيتم نفيه لأرض الوحوش علشان يتخلصوا منه، لكنه بيقرر الانتقام من كل اللي أذوه بأي طريقة. فلو حبيت تعرفوا حكاية بطلنا وهل هيقدر يحقق الانتقام بتاعه ولا هيموت في أرض الوحوش، خليكم معانا. بيبدأ أنمي النهاردة مع شخص بيضرب طفل صغير، وبتكون والدة الطفل قاعدة وشايفة كل اللي بيحصل ولكنها مش مهتمة نهائي. وبتنتقل الأحداث بعد كده لطالب اسمه ميموري في أتوبيس المدرسة، وبنعرف إنه نفس الطفل ودي كانت ذكرياته. وبيبدأ واحد من الطلاب يتنمر عليه لأنه أضعف طالب في المدرسة وملهوش أصدقاء نهائي. بس فجأة بيظهر ضوء غريب وبيختفي كل الطلبة من الأتوبيس. ساعتها بتظهر قدامهم واحدة اسمها فيشس، وبتبدأ تعرفهم بنفسها، وبيتضح إنها ملكة العالم اللي هم فيه. وبتبدأ تحكي إن من 200 سنة ظهرت الشياطين في العالم بتاعهم اللي اسمه أليون، فكانوا مضطرين يستدعوا أبطال من عالم تاني علشان ينقذوهم. وبالفعل قدر الأبطال في القضاء على كل الشياطين، لكن الشياطين دلوقتي على وشك الظهور تاني، فكان لازم يستدعوا أبطال من نفس العالم. بس طبعا كل الطلبة ما بيكونوش مصدقين ولا كلمة من كلامها، فبتأمر جنودها يجيبوا سجين ووحش شيطاني، وبتطلق الوحش على السجين فبيموتوا في ثواني. ساعتها بتستخدم فيشس سحر غريب، وبتطلع كرة نار بتقضي على الوحش الشيطاني في غمضة عين. ووقتها بيترعب كل الطلاب، لكنها بتبدأ تطمنهم إنهم يقدروا يستخدموا نفس قوتها، وكل واحد فيهم عنده قدرات خاصة بيه، وإنهم كمان يقدروا يرجعوا لعالمهم تاني، بس بشرط يهزموا زعيم الشياطين ويحصلوا على جوهر روحه. فبيلاقي الطلاب نفسهم مضطرين يسمعوا كلامها ويبدأوا يتعاونوا معاها، فبتجيب بلورة اختبار وتحطها قدامهم، وبيبدأوا يقيسوا قدراتهم واحد ورا التاني، وبيكون كل الطلاب قدراتهم متقاربة. بس لما بيدخل طالب اسمه كير وبيواجه قوته تجاه البلورة بتتكسر تماما، فبتهنيه فيشس وبتقول انه مميز عن الباقي وانه من الرتبة اس الخاصة. وبيستمر الاختبار لحد لما بتدخل طالبة اسمها سوغو، وهي كمان بتقدر تدمر بلورة الاختبار. فبتقول فيشس انها معجزة ان يكون في 2 من الابطال برتبة اس في نفس الوقت. بس المفاجأة ان في طالبة كمان بتكون هي كمان من الرتبة اس، لكن بيجي دور ميموري اللي اول ما بيحط ايده على البلورة بتنور نور ضعيف جدا، فبتتجاهله فيشس تماما، وبتطلب من الطالب اللي بعده واللي اسمه آسو يستخدم قدراته. والمفاجأة انه بيظهر نفس قدرات بطل الظلام السابق. وبعد لما بينتهي الاختبار بتشرح لهم فيشس ازاي يقدروا يستخدموا قدراتهم، فبيفتح كل طالب منهم قدامه شاشة إلكترونية بيظهر فيها مهاراته والمستوى الخاص بيه. بس لما بيفتح ميموري الحالة بتاعته بيلاقي ان كل بياناته ضعيفة جدا، لكن بيظهر ان عنده مهارة خاصة. وبعد لما بتخلص فيشس شرح بتقول ان فاضل طقس اخير، وبتطلب من ميموري يروح مع الجنود بتوعها، فبياخدوه وبينزلوه مكان غريب موجود فيه دايرة سحرية. وبتقول فيشس ان ميموري اضعف بطل، فلازم تعمل عليه طقوس الخلاص علشان ما يكونش عقبة في تقدم باقي الابطال. وبتقول له انهم هيبعتوه لاطلال الخلاص اللي لو قدر يخرج منها هيسيبوه يعيش ومحدش هيضايقه. فبيتعصب ميموري جدا وبيحاول يغير رأيها، وبيقول ان عنده مهارة خاصة، لكن بتقول له فيشس ان مهارته الخاصة ضعيفة ومش هتأثر في اي حد. فبيطلب من اصحابه يساعدوه، بس للأسف كلهم بيتجاهلوه الا سوغو اللي بتحاول تمنع فيشس، فبتضربها فيشس وبتخليها يغمى عليها. ساعتها ما بيلاقيش ميموري فايدة من الكلام، وخصوصا لما بيستخدم مهارته الخاصة الشلل ضد فيشس، لكنها مش بتتأثر ولو قليل حتى. فبيسلم للأمر الواقع، بس بيتوعدهم كلهم إنه لو قدر يخرج فهو هينتقم منهم. ساعتها بتفعل فيشس دايرة الانتقال، وبالفعل بينتقل ميموري لأطلال غريبة ومرعبة، فبيستخدم قوته بسرعة وبينور بيها المكان. بس فجأة بيظهر قدامه وحش ضخم وبيهاجمه، فبيحاول ميموري يهرب من المكان بكل سرعته، لكنه للأسف بيتكعبل في غصنه وبيقع. بيكون خلاص الوحش على وشك انه يقضي عليه، فبيفتكر ميموري ذكرياته، بيحس بغضب شديد انه ما قدرش يحقق حاجة في حياته، وبيتمنى لو ان عنده القوة الكافية علشان ينتقم من كل اللي ظلموه. وبكل يأس بيستخدم ميموري مهارة الشلل على الوحش اللي قدامه، والمفاجأة ان الوحش بيتأثر بيها وبيقف ما بيتحركش.
فبيقوم ميموري وبيهرب بكل سرعته وبيشكر الحظ اللي وقف جنبه أخيرا. بس للأسف بيلاقي وحش تاني قدامه وبيهجم عليه علشان يقتله، فبيقرر ميموري يستخدم مهارة الشلل ضده، وبيتفاجئ إنها بتنجح المرة دي كمان. فبيعرف إنها مش مجرد ضربة حظ، وبيقول إنه عنده فرصة يخرج من المكان. بس لما بيفتح الحالة الخاصة بيه بيكتشف إن المعنى الخاصة بيه واللي بتمكنه من استخدام المهارات خلاص على وشك إنها تخلص. فبيستخدم المهارة الخاصة التانية اللي بتظهر عنده، وبتكون مهارة السم على الوحش اللي قدامه، وبالفعل هي كمان بتنجح. بس بيتفاجئ لما بيلاقي تأثير مهارة الشلل تأثيرها خلص على الوحش الأول وراجع علشان يهاجمه. بس أول لما الوحش بيهجم عليه بيقدر ميموري يتفادى الضربة وبيستعمل مهارة الشلل، لكنها للأسف مش بتنجح، وده لأن نفس المهارة ما بتنفعش على نفس الهدف مرتين. ساعتها بيستخدم المهارة الثالثة اللي اكتسبها وهي النوم، وبتنجح بالفعل. بس للأسف بيظهر عدد كبير جدا من الوحوش، والمشكلة الأكبر إن ميموري بدأ يفقد قوته والمعنى بتاعته، فبيقرر يقاتل لآخر نفس وبيطلق كل مهاراته في اتجاههم لحد لما خلاص بيفقد كل قوته وبيكون هيفقد معاها حياته. لكن قبل ما يوجه الوحش ليه الهجوم الأخير بيطلع له إشعار بيقول تم رفع المستوى. ساعتها بترجع قوة ميموري تتجدد ومعاها جميع نقاط الحياة والمعنى الخاصة بيه، وبيلاحظ ساعتها إن الوحش اللي استخدم عليه مهارة السم مات، وهو السبب في إنه يرفع المستوى بتاعه. فبيعرف إنه كل وحش بيقتله بيديله نقاط بترفع المستوى الخاص بيه، فبيرجع له الأمل تاني وبيبدأ يهاجم كل الوحوش اللي بتهاجموه بكل المهارات اللي عنده. وكل لما الوحوش بتموت بيرفع مستواه وكمان مستوى المهارات الخاصة بيه، لدرجة إنه بقى قادر يستخدم المهارة الواحدة على أكتر من وحش في نفس الوقت، وبيفضل على كده لحد لما بيرفع 500 مستوى. ساعتها باقي الوحوش اللي في المكان بتهرب بسرعة، بس للأسف بيكون ميموري هيموت من الجوع ومش لاقي أي أكل حواليه، فبيقرر إنه ياكل الوحوش، وفعلا بيروح عند واحد منهم وبيبدأ ياكل فيه، لكن طعمه بيكون مقرف جدا. بس فجأة الكيس السحري اللي معاه بينور، وأول لما بيروح يشوفه بيلاقي جواه مشروب وكمان أكل. وبعد ما بيخلص ميموري أكل بيكمل طريقه في البحث عن باب الخروج، وأثناء ده بيقتل كل الوحوش اللي بتقابله، وكل لما بيتحرك أكتر بيقابل وحوش أقوى من الأول ومستواه ومهاراته بترتفع أكتر. وبتمر أيام كتير لحد لما بيوصل ميموري لمكان فيه أبواب كتير، وكل ما يفتح باب فيهم بيلاقي فيها هيكل عظمية، لكنه برضه بيلاقي جواهر في باب منهم فبياخدها. بس المفاجأة في الباب الأخير اللي بيفتحه لما بيلاقي رسالة مكتوب عليها إن صاحبها هو شخص اسمه أنجلين، وهو كان بطل الظلام السابق. وبيحكي في الورقة إن فيشس أرسلته لهنا بالقوة، وكمان كاتب إن الشخص اللي هيلاقيه هيقدر ياخد كل مقتنياته. وفعلا ميموري بيلاقي كتاب اسمه السحر المحظور، فبياخده وبيلاقي فيه معلومات وتحذير من الوحش اللي بيحرس البوابة واللي اسمه آكل الروح، وكمان بيلاقي ورقة مكتوبة بلغة غريبة ما بيعرفش يقرأها، فبياخدها هي والكتاب وبيكمل طريقه لحد لما بيوصل لبوابة الخروج. فبيعرف إن آكل الروح قريب، وخصوصا لما بيبص في الممر اللي قبل البوابة وبيلاقي وجه غريب ومغروس فيه مفتاح البوابة، فعلى طول بيحاول ميموري يهاجمه. بس للأسف بمجرد لما بيخرج ميموري إيده بيصيبها الوحش بشعاع غريب، فبيحس ميموري إن قوته لسه مش كافية وبيكون عاوز يهرب من المكان. بس للأسف الوقت بيكون اتأخر خلاص، لأن آكل الروح بيبدأ يتحرك في اتجاهه، وفجأة بيخرج مادة غريبة بتاخد شكل بشري. فبيعرف ميموري إنهم تجسيد لكل الناس اللي قتلها آكل الروح قبل كده، وما بيكونش قادر يهاجمهم فبينهار وبيقعد يعيط. وفي اللحظة دي بيكون آكل الروح مستمتع جدا بمنظر ميموري، بس فجأة بيستخدم عليه ميموري سحر الشلل، وبيقول له إنه كان بيمثل لأنه اكتشف إنه بيتغذى على خوف ومعاناة الناس، وإنه خسر لأنه مغرور. وبيبدأ ميموري يستخدم مهاراته عليه وبترتفع كتير هي والمستوى بتاعه، وأول لما بيموت الوحش بتظهر أرواح الناس اللي قتلهم قبل كده وبيشكروا ميموري على تحريرهم. وكمان بيظهر ساحر الظلام أنجلين وبيطلب منه يقتل فيشس، وبتختفي كل الأرواح من المكان. فبياخد ميموري الجوهرة من على راس آكل الروح وبيفتح البوابة وبيخرج أخيرا من المكان. في نفس الوقت وفي الجهة المقابلة بنشوف باقي الطلاب وهم بيقتلوا في الوحوش هم كمان، لكن أعلى واحد فيهم من حيث المستوى هو كير، واللي مستواه بيكون 18 بس. وأثناء ما هم في الغابة بتبدأ طالبة منهم تتنمر على واحدة تانية وبتجبرها تقتل في الوحوش، وبنعرف إن البنت دي كان ميموري دايما بيساعدها في أي موقف بيواجهها، وهي كل ما بتفتكره بتزعل جدا وبتكون مش قادرة تأذي الوحش، بس في الآخر بتضطر إنها تقتله
فبترحب بيها البنت التانية في المجموعة الخاصة بيها. وفي القلعة بتفوق سوجو وبتفتكر اللي حصل لميموري، فبتتعصب جدا وبتروح لفيشس، بس قبل ما تنطق بكلمة بتقول لها فيشس انها لازم انها تنسى اللي حصل لميموري وتركز على باقي الطلاب اللي حاليا في اختبار لقياس كفاءتهم، واللي هيخسر هيعتبروه شخص غير كفء وهيتخلصوا منه زي ميموري. وان الطريقة الوحيدة اللي تخليها ما تعملش كده ان سوجو تعوض عنهم، يعني بدل ما تقتل وحش واحد تقتل 10. ورغم ان الطريقة دي صعبة لكن سوجو بتكون مضطرة توافق علشان ما تخسرش حد تاني. وفي مكان تاني بنشوف بنت بتجري من مجموعة قتلة وبنعرف انهم من مجموعة حراس الدم الامبراطوري، وفي نفس اللحظة بيخرج ميموري من الاطلال وبيكون في مكان قريب منهم، ولما بيبص على بيان الحالة الخاص بيه بيلاقي مستواه وصل ل 1789. ده بجانب انه اكتسب مهارات جديدة زي انه مثلا يقدر يلغي مفعول السم او حتى يخلي مفعول الشلل مؤقت. فبيروح يجرب المهارات بتاعته الجديدة على مجموعة من السلايم اللي بتضرب واحد منها. ساعتها بيشوف السلايم ده ان ميموري انقذه وبيقرر يتبعه في كل مكان، فبيقرر ميموري انه يخليه المساعد بتاعه وبيسميه بيجي مارو. في نفس الوقت بنشوف البنت لسه بتهرب من المجموعة اللي بتطاردها، ولما بتحس انهم قربوا منها بتقرر تواجههم وبتخرج سيفها وبتستخدم مجموعة تعاويذ غريبة، فبيظهر رداء غريب عليها اسمه رداء الأرواح. بس للأسف بيقابل ميموري مجموعة حراس الدم الإمبراطوري في الطريق وبيقولوا له إنه المفروض ما يكونش في المكان ده، فبيمثل عليهم إنه تايه وغلبان وبيترجعهم يسيبوه يمشي، لكنهم بيصمموا يقتلوه وعلى طول بيهجم واحد منهم عليه. بس ساعتها بيستخدم ميموري مهارة الشلل عليه وبيستعمل مهاراته عليهم وبيقدر يتخلص منهم كلهم. ساعتها بتحس البنت ان قوتهم اختفت، وكمان بتحس بهالة غريبة في الغابة وبتقول ان حتى الارواح الموجودة كلها مرعوبة من قوته. وبيحس ميموري بوجودها هو كمان، فبيروح لعندها وبيستخدم بيجي مارو كطعم ليها وبيظهر من وراها وبيستخدم عليها تقنية الشلل بس بشكل جزئي علشان تقدر ترد على أسئلته. وقتها هي بتسأله عن مجموعة حراس الدم الإمبراطوري وبتتصدم من قوته لما بتعرف إنه قدر يقضي عليهم، لكنها في نفس الوقت بتشكره لأنه أنقذ حياتها. فبيبدأ يستفسر منها عن المملكة وهي بتعرفه كل حاجة تعرفها. ساعتها بيخرج الورقة اللي أخدها من زنزانة أنجلان وبيسألها عنها، لكنها بتقوله إنها مكتوبة بلغة قديمة جدا والوحيدة اللي تقدر تفهم اللغة دي هي الساحرة المعروفة بصاحبة الأعين الذهبية، بس بتقوله إن صعب الوصول ليها لأنها مجرد أسطورة موجودة في أرض الوحوش ومحدش وصل هناك وقدر يرجع. فبيشكرها ميموري وبيسيبها وبيمشي بعد ما بيعرفها إن التقنية بتاعته هتقف لوحدها بعد 10 دقايق. تاني يوم بيوصل ميموري لمدينة مالز، ولأن حاكم المدينة طالب تعيين مرتزقة لاكتشاف أطلال المدينة بيسمح له الحراس بالدخول بدون تفتيش، فبيروح على نزل هناك، بس صاحب النزل بيفكره شخص فقير. ساعتها بيخرج ميموري قطعة من النقود اللي أخدها من الزنزانة في أطلال الخلاص، فبيتغير موقف صاحب النزل تماما. وبعد ما بيستقر ميموري في أوضته بشوية بيخرج علشان يجمع معلومات أكتر يقدر يوصل بيها للساحرة الأسطورية، لأنه متأكد إن الطريقة الوحيدة اللي هتخليه ينتقم من فيشس والأبطال اللي معاها هو إنه يكتسب القوة اللي سابها أنجلين في الورقة اللي معاه. ولما بيروح على حانة هناك بيسمع أشخاص بيتكلموا عن النقابات اللي منتشرة في كل مملكة، وإن أقوى نقابة فيهم هي فرسان التنين الأسود اللي قوة 5 أفراد منها بتعادل قوة جيش كامل. بيخلص ميموري أكل وبيرجع على أوضته وبيلاقي معلومة في الكتاب عن تطوير السلايم واللي منهم بيجي مارو صديقه الجديد، فبيفكر إن ده كمان هيكون مساعدة ليه علشان يوصل لهدفه. وبيعرف إن العنصر المطلوب لتطويره موجود مع وحش اسمه سيد الجماجم في أطلال مدينة مالز، وبالفعل بيكون سمع الناس بيتكلموا عن مهمة حطها حاكم المدينة لاكتشاف الأطلال دي. فبيروح تاني يوم عند الأطلال وبيلاقي حاكم المدينة بيتكلم مع كل الموجودين وبيقول إن اللي هيقدر يجيب كأس التنين الموجودة في الأطلال هيتم مكافأته ب 300 قطعة ذهبية. وأثناء كلامه بيظهر شخص اسمه ماك وبيهاجم البنت اللي أنقذها ميموري قبل كده في الغابة، وبيقول إنها سيراس أحد قادة الجان المطلوبين للعدالة. بس أول لما بيكشف عن وجهها بيتفاجئ بأن شكلها مختلف، فبتبدأ في الكلام وبتقول إن اسمها ماست مش سيراس وإنها بشرية عادية مش من الجان. بس ده بيعصبه جدا لأنها بتتكلم معاه بتكبر وبيقول إنه هينتقم منها بالتأكيد وبيسيبها وبيمشي. وبعد ما بيخلص التسجيل بيرجع ميموري للمدينة علشان يجيب أسلحة ومعدات تساعده في الأطلال. ساعتها بيقابل البنت تاني فبيحذرها إن أكيد ماك مش هيسيبها في حالها،
فبتشكره تاني على إنقاذها في الغابة وبتقول إنها تاخد بالها كويس. وقتها بيطلب منها ميموري تساعده في شراء الأسلحة لأنه ما يعرفش حاجة وهيديها في المقابل فلوس، فبتوافق بالفعل لأنها محتاجة المال علشان الترحال بتاعها. وبيتعرفوا على بعض، وطبعا بيستخدم ميموري الاسم المستعار اللي استخدمه من أول لما وصل لمالز، وبيشكرها بعد ما بيخلصوا وبيسيبها وبيروح على الأطلال على طول. ومجرد لما بيوصل بيلاقي 2 من المرتزقة بيهربوا من وحش، فبيقضي عليه بكل سهولة لأنه نسخة ضعيفة من الوحوش في أطلال الخلاص. وبيكمل طريقه عادي لحد لما بيشوف ماك واقف مع 2 من المرتزقة وبيخططوا لقتل ماست، فبيروح لعندهم وبيقرر يتخلص منهم. وبالفعل بيستخدم تقنية الشلل عليهم بعد لما بيقول لهم إنه بيكره الأشخاص اللي زيهم، وبيسيبهم للوحوش يقضوا عليهم. وبيكمل ميموري استكشاف الأطلال والقضاء على الوحوش بكل سهولة، لكنه بيكتشف إن الوحوش ضعيفة جدا لدرجة إنه مش بياخد منها أي خبرة ومستواه مش بيرتفع خالص. فبيقرر ياخد راحة وبيدخل زنزانة من الأطلال ينام، وبيسيب بيجمارو يراقب المكان. وأول لما بيصحى وبيخرج من الزنزانة بيقابل مجموعة من المرتزقة اللي بيقولوا له إنهم هينسحبوا من الأطلال لأن في وحش قوي موجود وبيقتل كل الوحوش بطريقة غريبة، وبيسألوه لو هيخرج معاهم. فبيرفض ميموري يروح معاهم لأنه عارف إن اللي قتل الوحوش دي مش حد تاني غيره. وبيقول إن مع انسحاب المرتزقة مهمته هتبقى أسهل علشان يقدر يستخدم مهاراته بدون ما حد ياخد باله. وبالفعل بعد شوية بيوصل للزنزانة اللي فيها كأس التنين وبيقتل التنين الحارس بكل سهولة. في نفس الوقت بتوصل ماست عنده وبتستغرب إنه قدر يوصل قبلها، وبتعرف إن قوته كبيرة جدا. فبيعرض عليها ميموري كأس التنين كهدية لأنه مش محتاجها، وبيفتح باب سري وبيكون على وشك إنه يدخل منه. فبترفض ماست تاخد الكاس بدون مقابل، وبتقترح إنها تساعده في باقي الاستكشاف لحد لما يوصل للغرض اللي هو عاوزه. فبيوافق ميموري لأنه حس بقوتها بالفعل. وأول لما بينزلوا للممر بيشوفوا وحش، وعلى طول ماست بتقضي عليه وبتعرفه إن الوحوش دي جاية من جوهر روح ملك الشياطين. وبعد شوية بيقرروا يرتاحوا، بس أول لما بيدخلوا زنزانة بتقول ماست إنها من ساعة ما بدأوا الرحلة مع بعض وهي حاسة بقوة وحش، لكنها كانت بتتجاهله، وده لأنه قوته ضعيفة جدا جدا. وقتها بيخرج بيجمارو وبيعرفها ميموري عليه وإنه صديقه، وبيطلب منها ما تخافش منه وتنام علشان ترتاح شوية، لكنها بترفض تنام. فبيستخدم عليها مهارة النوم الخاصة بيه، وبمجرد لما بتتفعل المهارة بيتحول شكلها وبيتضح إنها من عشيرة الجان بالفعل ومتخفية. فبيتأكد ميموري إنها بالفعل الفارسة الهاربة واللي اسمها سيراس. في نفس الوقت في الغابة بيوصل قائد نقابة فرسان التنين الأسود، وبيلاقي بقايا جثث مجموعة حراس الدم الإمبراطوري اللي قضى عليهم ميموري قبل كده، وبيتضح إنهم فرقة خاصة تابعة للنقابة بتاعتهم. وبيقول بالرغم من إن اللي أكل جثثهم هي الوحوش، بس بالتأكيد أشخاص في قوتهم ماتوا على إيد شخص قوي، وبيفكروا إن سيراس هي اللي قتلتهم. بنرجع للزنزانة تاني وبتفوق ماست وبتكون خايفة إن ميموري يكون عرف حياتها، لكنه بيمثل إنه كان نايم وبيصحى بعدها. فبتطمن وبيكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا لغرفة غريبة، وبمجرد لما بيبصوا جواها بيخرج وحش ضخم وبيدمر الحيطة وبيكون على وشك إنه يهاجمهم. ساعتها بيكتشفوا إنه سيد الجماجم اللي ميموري بيدور عليه أصلا. فبتستعد ماست علشان تواجهه، وبتقول إنها لازم تستخدم تقنية رداء الأرواح الخاصة بيها. فبتطلب من ميموري ما يتكلمش عن التقنية اللي هتستخدمها لما يخرجوا من المكان، بس على طول بيستخدم ميموري تقنية الشلل على الوحش وكمان تقنية السم، وبيقتله في ثواني قبل ما يتحرك أو تتحرك ماست أصلا. فبتنبهر من قوته جدا، وبيروح ميموري بعدها لجسم الوحش وبيخرج منه الجزء اللي محتاجه علشان يطور قوة بيجمارو. وبيكونوا خلاص على وشك انهم يخرجوا من المكان، بس بيتحرك بيجمارو وكأنه بيطلب من ميموري يرجع لجسم سيد الجماجم. فبيقرر ميموري يسمع كلامه وبيرجع تاني، وبيخرج الحاجة اللي بيشاور عليها بيجمارو وبيكتشف انها بيضة غريبة، فبيقرر يحتفظ بيها. في نفس الوقت في أطلال بعيدة بنشوف باقي الطلبة، وفي مجموعة من الهياكل العظمية بتهاجمهم وبتقدر تقطع إيد طالبة منهم. فبتروح سوجو تدافع عنها، وبيظهر كير وبيستخدم قدراته بكل غرور لأنه وصل للمستوى 24، وده بالنسبة لهم أعلى شخص رفع من قدراته. بنرجع تاني لماست اللي بتروح تسلم كاس التنين بعد ما بيخرجوا، وبيكون كل الموجودين مصدومين من قوتها.
فبيقرر الحاكم إنه يعمل احتفال تاني يوم ويسلمها المكافأة خلاله. بعد شوية بتقابل ميموري وبيطلب منها يتقابلوا بالليل في أوضته، وبالفعل بتروح له، فبيطلب منها تشتغل حارسة شخصية ليه، لأنه بالتأكيد هيحتاج حد قوي زيها يساعده في طريقه لأرض الوحوش. وبيخرج جوهرة من الجواهر اللي أخدها من أطلال الخلاص، فبتتفاجئ وبتقول إنها جوهرة التنين الأزرق، وهي نادرة جدا وسعرها غالي. بس بترجع تتردد تاني. ساعتها بيقول لها ميموري إنه عارف حقيقتها وإنها سيراس قائدة الجن المطلوبة، وبيعرفها اسمه الحقيقي علشان تقدر تثق فيه. فبتتفاجئ سيراس وبتشكره إنه ما كشفش حقيقتها، وبتوافق أخيرا تروح معاه. فبيسألها عن سحر الظلام، فبتقول إنه سحر محرم بأمر من الملكة فيشس. ساعتها بيتأكد ميموري إن الطريقة الوحيدة اللي هيقدر ينتصر بيها على فيشس إنه يوصل للساحرة في غابة الوحوش علشان يفك الورقة اللي سابها إنجلان ليه. تاني يوم بيتفقوا يتقابلوا بعد لما سيراس تتكرم وتاخد الجايزة بتاعتها، وبيسيبها ميموري وبيروح علشان يطور من قوة بيجيمارو، وبالفعل بينجح. بس لما بيرجع ميموري المدينة علشان يقابل سيراس بيتفاجئ إنها ما وصلتش في الميعاد اللي كانوا متفقين عليه، فبيشك إنها أخلفت الوعد بينهم، لكنه بيقول إنه مستحيل سيراس تعمل كده، فبالتأكيد حصل حاجة غير متوقعة. وبالفعل بيسمع شخصين بيتكلموا وبيقولوا إن فرسان التنين الأسود اكتشفوا حقيقة سيراس أثناء تواجدها في الحفلة، وبيطاردوها حاليا في الغابة. في نفس الوقت بنشوف سوغو قاعدة مع فيشس اللي بتعرفها انها تتخلص من الطلاب اللي ما قدروش يرفعوا من قوتهم لحد دلوقتي الا اذا وافقت سوغو انها تتكفل بتدريبهم. فبتتعصب سوغو جدا لان فيشس اخلت بالاتفاق اللي كان بينهم، وبتكون مضطرة توافق على تدريب الطلاب وبتسيبها وبتمشي. بنرجع تاني لميموري اللي بيشوف 3 فرسان على تنانين سوداء في طريقهم للغابة جنب المدينة، وبالفعل بيوصل الفرسان ال3 لسيراس وبيهاجموها، بس بتقدر تتصدى ليهم باستخدام سيفها، بس فجأة بينطلق سهم عليها فبتتفاداه بصعوبة. ساعتها بيظهر فارس كمان من وراها، لكنه بيكون أقوى من الفرسان ال3 اللي قضت عليهم، فبتقول إنها لازم تستخدم تقنية رداء الأرواح الخاصة بيها علشان تتصدى ليه، لكنه مش بيديها فرصة وبيطير سيفها وبيوقعها على الأرض، وبيكون خلاص على وشك إنه يقضي عليها. بس ساعتها بيوصل ميموري وبيستخدم عليه تقنية الشلل وبعدها تقنية السم، فبتقول له سيراس إنها مضطرة ترجع في الاتفاق بتاعهم لأن معنى إنها تروح معاه، فبكده فرسان التنين الأسود هيطاردوا ميموري زيها. لكنها بتتفاجئ لما بيقول لها إنه ما عندهوش مشكلة مع ده، وكمان بيخرج باقي جواهر التنين الزرقاء وبيديها لها، فبتكون مصدومة من موقف ميموري جدا. بعدها بيروح ميموري يستجوب الفارس وبيوقف تأثير مهارته من عليه، وبيكون عاوز يعرف مين اللي أمره بقتل سيراس بدلا من القبض عليها. بس قبل ما يرد عليهم بيجي سيف من السماء وبيقضي على الفارس تماما. ولما بيشوفوا مين اللي رمى السيف بيكون شخص بشعر أبيض وعينين حمراء غريبة جدا، وبيكتشفوا إن السافت قائد فرسان التنين الأسود اللي الناس بتعتبره الأقوى في البشرية، وأول حاجة بيقولها ليهم إن اللي أمر بقتل سيراس هو الملك أورتولا. فبتتصدم سيراس لأنها كانت الحارسة الشخصية ليه. ساعتها بيقول لها السيفت إنها لو قدرت تنتصر عليه هيسيبها تمشي، بس بيلفت ميموري انتباهه وبيحس بقوته، فبيعرف ميموري إن كل اللي بيهم سيفت إنه يلاقي خصم قوي يقتله، وعلى طول بيستغل ميموري الفرصة دي وبيعرف نفسه على إنه بطل من اللي استدعتهم فاشس من العالم التاني، ولأن قوته مختلفة عن باقي الأبطال فهي قررت تخليه يطور من مهاراته لوحده، ولو سافت عاوز خصم قوي يقتله فالأفضل إنه يسيبه يطور من قوته الأول. وقتها بيقرر سافت بالفعل يسيبه يطور من قدراته لأنه شاف إنه هيكون خصم قوي في المستقبل، وبيأمر باقي الفرسان بالقضاء على سيراس قبل ما يمشوا، لكن بيوقفوا ميموري وبيقول إنه محتاج قوة سيراس لأنه بيستغلها علشان يوصل لهدفه. فبيتفاجئ سافت من طريقته، بيحس إنه شخص مختلف وده بيزود من رغبته في قتاله، فبيقرر يعفو عن حياة سيراس هي كمان، لكن بيعترض واحد من الفرسان عن قراره فبيهدده سافت إنه لو عمل كده تاني هيخلص عليه. وبيتحرك سيفت وباقي الفرسان علشان يسيبوا المكان ويمشوا، بس بمجرد لما بيطيروا بالتنانين بتاعتهم بيستخدم ميموري مهارة الشلل عليهم وبيوقعهم في الأرض، وبيستخدم مهارة السم كمان، بس قوة سيفت بتكون كبيرة جدا وبيتحرك برغم المهارتين اللي استخدمهم ميموري عليه، فبينبهر ميموري من قوته وبيقول إن مفيش حد قدر يتحرك بعد استخدام مهاراته عليه غير السيفت وآكل الروح اللي كان بيحرس أطلال الخلاص.
لكن بعد شوية بيقع سيفت على الأرض، وعلى طول بتنطلق شعلة في السماء لطلب تعزيزات، وبالفعل بيتحرك باقي فرسان التنين الأسود لمكان سيفت، فبيتحد ميموري مع بيجيمارو، وبنعرف إن ده بسبب تطور بيجيمارو. وبمجرد لما بيوصل باقي الفرسان للمكان بيطلب منهم سيفت إنهم يهاجموا ميموري من السماء وما يقربوش منه نهائي، بس ساعتها بيتحول بيجيمارو وبيخرج منه أذرع طويلة وبتوصل لهم في السماء، وبمجرد لما بيستخدم ميموري مهارة الشلل بتصيبهم وبتوقعهم كلهم. ساعتها بيبدأ ميموري يكتسب مهارات خاصة جديدة وبيبدأ يجربها على الفرسان اللي قدامه، وبيتضح إنها بتزود من سرعة انتشار السم الخاص بيه، وكمان بتسبب العمى. فبتشكره سيراس على إنقاذه ليها تاني، وبتقرر تكون الحارسة الشخصية ليه في أي مكان يروحه، وبتقوله إنه بعد ما هزم سيفت خلاص كده مفيش حد موجود في العالم ده أقوى منه غير قاتل الأبطال المشهور. بس بيفاجئها ميموري وبيقول إن قاتل الأبطال قتله بالفعل، وبيعرفها إنه كان التنين اللي بيستخدمه سيفت، وعلشان كده لما مات أخذ نقاط خبرة كتير واكتسب مهارات جديدة. في نفس الوقت عند باقي الأبطال اللي بيتدربوا على تقنياتهم في مكان قريب من قصر فيشس، بتظهر عندهم قاتلة محترفة بعتها فيشس علشان تدربهم وتزود من قوتهم، بس بيروح لها طالب اسمه أويامادا وبيتريق عليها، لكنها في ثانية واحدة وقبل ما حد يلاحظ اللي بيحصل بتطيره من مكانه وبيقع على الأرض مغمى عليه. وعلى الناحية التانية بنشوف ميموري اللي بيتحرك مع سيراس في طريقهم لمدينة جديدة. وبس كده بيخلص فيديو النهاردة، بس رحلة بطلنا ميموري الخطيرة لسه في بدايتها. فلو حابين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده اعملوا لايك وشير في كل مكان، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الأنمي في الكومنتات. يلا بقى، سلام.